في خبر شبه مؤكد وهو مفرح للجماعة في قسد وصادم للجمهور السوري. وافقت الحكومة السورية تسريبات أنه وافقت الحكومة الرسمية رسميا على منح مظلوم عبدي رتبة مساعد أول متدرب وتسليمه مخفر بالحسكة ليقود هذا المخفر. طبعا رئيس المخفر بيكون ضابط من الجيش السوري، وهو مستلم صف الضباط، هو برتبة مساعد أول متدرب. هي إذا أثبت حسن نية طبعا وكفاءة عالية ويجيب شهادته وإذا معه الجنسية السورية. وهي الشروط ما هي متوفرة، شلون بده يحلوها ما بعرف. وكمان في شخصية تانية سيبان حمو، كمان ممكن الدولة تمنحه رتبة رقيب أول وتسليمه مخفر بعفرين. وبالنسبة لأخونا أحمد إلهام راح يسلموها مديرة مركز رعاية الصبايا اللي كانوا بكهوف قنديل، لأن هذول كانوا بيعانوا من أشياء من شغلة اللولب وما لولب مركباته، ففي آثار نفسية بدها تساعد على إزالتهم. استلمت هي مديرة المركز. الأخبار شبه مؤكدة، هن رفعوا 70 اسم، بس الدولة السورية وافقت على 3 أسماء. مبروك للقسدية، ناضلتوا مشكور سعيكم. طبعا انتو هن بده يوافقوا، لاني بعد زيارة الرئيس السوري ب10 الشهر لتوقيع اتفاقية محاربة الارهاب مع الولايات المتحدة والتحالف الاوروبي، خلص ما ضل شغل لقسد، فوافقت الدولة السورية تسلمه. مبروك للقسديين.